سألت قبل كده سؤال ايه هو التوحد بس بالنسبة للشخص المتوحد، يعني مش اللي هو ايه التوحد مفهومه الطبي او ايه خصائص التوحد او الكلام ده. لا، انت كمتوحد ممكن تشوف التوحد بشكل ايه. طبعا هتكلم بشكل شخصي، بس هو كمان ممكن اقول ان هو اكتر حاجة مهيمنة على التوحد، فانا هقولها من الناحية دي لان هي اكتر حاجة انا ممكن امثل بيها التوحد، وهي الاحساس العالي. في اللي بيسموها يعني بالشكل النمطي بتاعها السنسوري اوفرلود، اللي هو احساس زايد عن حده قوي، او اللي هو متقل عليك قوي. بس انا يعني بحب اقولها من منظور لاود سنسوري، او اللي هو كأنه احساسك عالي زي الصوت لما بتسمعه عالي يعني. بس كده. المهم، هنا الفكرة ايه بقى؟ ان كل حاجة عند الشخص المتوحد بتبقى اعلى من العادي. يعني ايه اعلى من العادي؟ يعني ماشي فهمنا، الصوت اللي انت سمعه بدرجة 50 حد تاني هيسمعه بدرجة 30 مثلا، بس عشان بالنسبة لك انت كمتوحد تبقى سمعه اعلى. خلاص كده يعني تمام، فهمنا النقطة دي. لا مش كده. ممكن نصنفها مثلا الاحساس بتاعنا اللي هو الحاجات الحسية اللي احنا عارفينها. احساس اللمس طبعا بالشكل العادي بتاعها انت حاسس مثلا الحاجة دي خشنة، الحاجة دي ناعمة، الكلام ده. لكن بالنسبة لشخص متوحد هي مش كده. بس زمان وانا صغيرة كنت دايما بقول انا حاسة ان في حشرات تحت جلدي، عايزة اشيل جلدي عشان الحشرات دي. او ان انا كنت بقول مثلا حاسة السلوك متلعبك في النهاية، اللي هو الاحساس مش مجرد حاجة حسية خارجية، وطبعا ده اللي موجود اساسا. ان مثلا عشان كده هتلاقيهم بيتضايقوا من نوع لبس معين، او من قرب ناس يعني بشكل كبير منهم، او الحاجات دي كلها. بس هي مش كده، بس هي حرفيا تحسها بتتغلل قوي اساسا معاك. واللي بعد كده عرفت ان مثلا من حاجات زي اللي هو الحساس سلوك متلعبكة في دماغي، او اللي هو احساس الحشرات تحت جلدي او كده. بعد كده لما عرفت ان اساسا المدمنين بيبقوا عشان كده بيهرشوا جامد او بيبقى شكلهم غريب، علشان هم حاسين بنبض الدم بتاعهم، بسريان الدم بتاعهم. فاللي هو للدرجة دي اوقات كتيرة ببقى حاسة كمان ايه اللي بيحصل جوه جسمي. يعني حاسة بتحركات معينة، مثلا دقات معينة قلبي، حاجات في امعائي وهكذا. يعني الحاجات دي كلها مش لازم يعني تفاصيل. ودي من الحاجات برضو اللي بتتعب، لان رغم ان ماشي احنا مولودين كده، فالمفروض هتقول طالما انا مولود كده فانا متأقلم على كده. بس في نفس الوقت العالم اللي حواليك مش شبه كده، مش اللي هو الناس اللي حواليك تأقلمها عامل ازاي، لأ. العالم اللي حواليك مصمم ازاي غير كده كمان. انت نفسك طالما فيك حاجة مش هسميها انا من وجهة نظري يعني الطبيعي، او الحاجة اللي ستاندرد، انت فيك حاجة مختلفة اللي هي الناس ما بتحبش تسميها كده، بس انا هقول خلل بيخليك انت كمان مش مرتاح في الحاجة دي. هتقول طب ما كلنا ساعات بنحس ان احنا مش مرتاح. مش بتكلم على الشكل الجنرال اللي هو عادي، ساعات بتبقى متضايق ساعات بتبقى مش متضايق. انا بتكلم اللي هو حرفيا انت حتى وانت مولود بيها غريب، بس انت مش متسيستم لكده. مش عارفة اشرحها ازاي. حاجات تانية مثلا بسيطة، ان ممكن ان انت تكون قاعد في اوضة وحاسس بشعور الناس اللي حواليك. مش عارفة برضه اوصفها ازاي. يعني حاسس مثلا الطاقة تقيلة قوي في الأوضة دي، اللي هو مش فكرة بقى روحانيات والكلام ده، بس اللي هو حاسس بكآبة جامدة او حاسس بسعادة جامدة. حتى دي ممكن تخليك انت مش مرتاح نفسيا، او تخليك مثلا لا انا ناس كتيرة عمالة تفكر مش بيتكلموا حتى، لا ناس كتيرة بتفكر. فده مشوشر على افكاري انا. لكن مثلا زي ارسال، انت فاتح راديو، فلما تسمع كذا تردد مع بعض انت مش سامع حد، فبتكون متضايق قوي. انت في مكان وكل الناس حتى ساكتة. بس عشان كده ممكن برضو بالنسبة لي انا بحب العزلة اكتر، عشان بحس ان عارفة اسمع نفسي، او مش مشاعر كتيرة، مش افكار كتيرة الكلام ده.
عشان كده برضو هتلاقي يمكن الناس دي بيبقوا اكتر بتقول عليهم ان هم زي الاطفال، او ان هم الحيوانات بتحبهم، او ان هم انقياء او كده. علشان احنا ممكن مثلا نحس بحاجات انت مش حاسسها، نحس مثلا بان انت زعلان رغم ان انت موضحتش، ومش فكرة بقى انت متضايق او في تعابير معينة في وشك او الحاجات دي اللي احنا ممكن ساعات ما نفهمهاش، لا. ان مثلا نحس ان حيوان محتاج حاجة معينة، انت حساس قوي في تعاملاتك، فعارف ان مثلا لا انا لو مسكته مثلا من ايديه ممكن ايديه توجعه، فانا مش عارفة همسكه كذا كده يعني. اللي هو الحاجات البسيطة دي انت بتفكر فيها بتبقى خلاص متسيستمة في دماغك، فبتبقى عارف ازاي تتعامل مع حاجة هي رقيقة او خايفة منك او حساسة زيادة او اللي هو كده يعني. ماشي. في نفس الوقت هتبقى برضو حاسس بيهم، اللي هم ساكتين يمكن مش عايزين حد يجي جنبهم علشان كذا، كده شكلها تعبانة لان هي ده مش سلوكها. ودي برضو حاجة انا هتكلم عليها دلوقتي حالا، وهي ان احنا بنعرف الانماط. كتير من الناس هيشوفوها انها فكرة observation، اللي هو انت بتبص حواليك وبتلاحظ الحاجة بتراقبها، وبعد كده بتدي نتيجة من الحاجة اللي انت لاحظتها، اللي هو 1+1 بيساوي 2، عشان انا شفت الحاجة دي بتتحرك بالشكل ده وأدت لده. لكن بقى من الناحية التانية ان احنا فكرة الباترنز مش بنشوفها من مجرد الحاجة كده وبنعممها، او ان الحاجة كده يبقى اكيد هيكون نتيجتها كده خلاص دي حاجة حتمية، ولكن ان احنا بنشوف بالنسبة لحاجة معينة ايه، فاحنا بنراقب حاجة معينة وبنعرف التفاصيل دي بتاعتها لحد ما نوصل لنمطها هي عامل ازاي. ودي حاجة بتكون عملية انت هتقول ده انت محتاج وقت كبير، بتكون بالنسبة لنا احنا اسهل او اسرع، لان في كتير من المتوحدين الوصلات في دماغهم بتبقى اكتر والشبكات العصبية اكتر من الشخص العادي ومتوصلة باكتر من مكان. يعني انت مثلا هتلاقي ان الستاندرد ان الشخص المتوحد او اللي هو الاطفال الذكور اللي لما بيجوا يدرسوا عليهم او كده، الفكرة منهم ان هما الحاجات دي مش بتبقى متصلة مع بعض. يعني مثلا لو قلت له مجموعة حيوانات وبعد كده مجموعة الوان وبعد كده مجموعة ارقام، هو مش هيقدر ان هو مثلا يحط الحاجات كلها في خانات مع بعض، ولا هيعرف ان هو انا عايز حيوانات هجيبها من الخانة دي، لا. لكن بالنسبة لنا احنا بالعكس بقى، كل حاجة هتبقى في خانة، بس في نفس الوقت كل حاجة متصلة ببعض. حتى لو انت شفت مش محتاجة انها تكون متصلة، بس بالنسبة لي انا في دماغي هي حرفيا عملت شبكة وصل غريبة. اللي هو لما انت مثلا تيجي تقولي سيد قشطة وبعد كده مثلا رقم 4، بس ده ملوش علاقة بده، انت بتتكلم على حاجة وحاجة تانية، اقولك سيد قشطة عنده 4 رجلين مثلا، فدي برضو حاجة. واللي تاني هتلاقي الشخص العادي بالنسبة له هي السن يمكن ما يكونش ليها اي ارتباط ببعض، اللي هو مال الاربعة بسيد قشطة، بس بالنسبة لي انا حرفيا هعمل كل الحاجات دي مع بعض. وعشان كده بيبقى صعب علينا شوية كمان التعامل، لان كل حاجة انت لما بتربطها مع بعض كده انت تبقى اكتر كأنك مكنة بتفكر بشكل منطقي، والمشاعر ساعتها مش بتبقى موجودة قوي. مش عارف بيسموها ايه، هبقى اكتب اسمها هنا لو افتكرت. ما بتبقاش حرفيا عارف تفانكشن في حاجة معينة بشكل مشاعر، اللي هو تتعامل عادي مع الحاجة. انت حرفيا بتبقى دماغك بتشتغل كده نمطية وبتشيل خالص حتة المشاعر، مش معناها انت ما عندكش مشاعر، بس في الوقت ده انت بتبقى بتفكر بالشكل ده. وايه تاني هنلاقيه مرتبط بالباترنز، ان لما بيحصل حاجة تضايقك وبعدين ان انت بتلاقيها نوع ما بتتكرر او مؤدية لحاجة، فانت بقى مش عارفة اشرحها، لان الحاجات انت بتقعد توصلها ببعض بتكتشف الحد ده عمل الحاجة دي عشان كذا وكان مشاعره كذا لان هو قال ان هو كذا وبعد كده اثبت ان هو كذا وبعد كده، بس انت الباترنز مش بتجيبها بشكل conclusion كده، اللي هو بدم ده حصل يبقى اكيد ده هيحصل، لا. هي حرفيا الحاجة بتحصل قدامك انت بس بتروح مجمعها مع بعض، فعشان كده بيكون واقعي اكتر وغلطاته اقل. المهم فانت لما بتعمل كده وبتكون مثلا حاجة ضايقتك، فانت بتاخد على خاطرك قوي، او يعني بتأثر فيك قوي، لان انت حرفيا شفتها كاملة، مش شفتها مجرد الحاجة اللي ضايقتك، لا انت ربطتها بحاجات كتيرة وصلتك لحياة. وبعدين ان انت كمان دي طبعا بترتبط بالتعاطف، وبترتبط كمان بان انت زي ما اقول لما بتشوف انماط كتيرة حرفيا كأنك بتقفل، اللي هو انت مش بتشوف الناس او مش بتشوف التعاملات بمجرد
مواقف او ناس او تعاملات، لا انت شايفها حرفيا انماط انماط انماط. فدي طبعا حاجه بترهقك، وفي نفس الوقت حاجه بتقفلك من العالم، لان انت حرفيا مش بتشوف الحاجه بس، انت بتشوف نمطها كمان، فبتتعب قوي. وغير كده طبعا لما تشوف نمطها وتشوف ان مثلا دي حد اذاك بسبب ان هو كان هو مأذي قبل كده عشان حصل له كذا، بس هو كان قصده كذا، بس هو كان مشاعره كذا، فانت بتبدأ تبرر للناس حاجات، وفي نفس الوقت بيبدأ عندك تعاطف، بس في نفس الوقت انت عندك حدود. حاجات كتيرة مع بعض كده بتبقى رخمة. وطبعا ده اساسا بتكلم للناس اللي عندها حدود، لان مش كل عنده حدود دي حاجة وحشة، بس أنا بتكلم عن الحدود لوحدها لانها مهمة جدا. المهم فنرجع تاني لنقطة ان انت بتشوف الحاجة بأنماط. ولما الحد مثلا يعمل نفس الحاجة دي تاني، بس اللي هي مش نفس الحاجة بالظبط، بس الحاجة اللي من النمط، انت دماغك بتوصلها تاني ببعض، فبتبدأ تقفل اكتر، وبيبدأ التراست عندك تقل. ليه؟ لان اوريدي انا شفت الحاجة دي بتحصل، واوريدي الحاجة دي اذتني، فبيبقى اللي هو حاجات كده رخمة يعني. وتاني هي عشان كده برضو بيبقى كتير عندنا PTSD. طبعا هي ليها اكتر من شكل واكتر من حاجة، واكتر من بتيجي مع اكتر من حاجة يعني. بس احنا بالنسبة لنا بتأثر فينا كصدمة، لانها مش مجرد حاجة وخلاص، كمان ان احنا بنفتكر كويس قوي. فانت لما تكون الذكرى عندك انها لسه حاصلة من ساعة، مع ان انت بتعمل باترنز دي غصب عنك في دماغك، هي بتحصل، مع ان كل حاجة بتتوصل، مع ان عندك تعاطف بس عندك حدود، كله مع بعضه بيبقى تقيل قوي عليك. وعشان كده بيحصل تاني اللي هي cognitive dysfunction. بعدين مثلا عندنا احساس البصر. هتلاقي كتير، وده كمان بيأثر عليهم، بيبقى عندنا صداع كتير قوي. يعني مثلا من وانا صغيرة، من وانا في المدرسة، كنت بصدع جامد قوي قوي. انا بشوف الحاجة ممكن يعني على ابعاد بعيدة قوي، خصوصا من وانا صغيرة، يعني ابعاد بعيدة جدا جدا كنت بشوف الحاجة فظيعة. بس في نفس الوقت ده كان بيعمل لي صداع، وانا مكنتش ببقى عارفة الصداع جاي منين. واكتشفت ان بعد كده ان انا كنت محتاجة نضارة. اللي هو ازاي وانتي كنتي بتشوفي كويس؟ الفكرة ان الرؤية هي بتأثر قد ايه على حاجة زي انها تخليك مصدع، او ان انت كمان حاجة تانية. لو عندك عين كويسة قوي وعين تانية ضعيفة حاجة بسيطة، دي بتأثر على دي. فعشان كده حتى مثلا لما بيكون في حد عنده عين تحسها واقعة اكتر شوية، او مقفولة اكتر شوية، او هي مش بتشوف احسن شوية، بينصحوا، خصوصا لما بيكون حالات كبيرة شوية، بينصحوا ان انت تغطي العين الكويسة، علشان العين التعبانة تقدر انها يعني غصب عنها هي تعمل الشغل، فتكون فيها يعني قوة اكتر. في نفس الوقت ان انت تشوف حاجات دقيقة قوي قوي قوي، ممكن حد تاني ما يلاحظهاش، بس انت بتلاحظها. وده ليه؟ تاني علشان انت نظرك عالي. وتاني ده بيعمل ايه؟ طبعا بيخليك مثلا قرفان من حاجات معينة، او دقيق في حاجات معينة. حد ممكن يقولك بس هي مش باينة، بس انت بالنسبة لك هي تعبك نفسيا قوي قوي. عارف مثلا زي اللي هو بيقعد يحط الاقلام جنب بعض بالظبط، والحاجات OCD وكده. لا، عشان ايه؟ عشان هو ملاحظ قوي الحاجة دي، بس انت بقى مش ملاحظها، بس انت كمان شايفها كويس قوي. ممكن نتنقل كمان لحاجة زي الشم. مش عارفة، دي حاجة غريبة يعني، بس بالنسبة لي انا ممكن مثلا اعرف لو حد تعبان بيبقى فيه ريحة معينة، او لو حاجة مثلا فيها مواد كيميائية، او لو مثلا ان انا اشم اكل واعرف ان هو مثلا بايت بره رغم ان هو كان لسه طازة، او محتاج مثلا ملح اكتر، او ان مثلا الحاجات دي برضو حاجة طعم بالنسبة لي. ان انا لو دقت حاجة اعرف مثلا هي ناقصة حاجة، هي محتاجة حاجة، هي ايه ممكن يعادل حاجة. يعني مثلا حاجة ما فيهاش ليمون، ايه ممكن يعادل حاجة فيها ليمون؟ فدماغي تيجي كذا مع كذا هو هيعمل نفس الطعم ده، رغم ان انا ممكن معرفش حاجة في الموضوع ده نفسه، بس كده يعني. حاجة تانية برضو بالنسبة لي اوقات كتيرة يعني، ان ببقى عارفة لو في حاجة معينة تعباني، او انا محتاجة حاجة معينة، او مثلا محتاجة اكل حاجة مملحة، او كنت محتاجة اجري، او لا اي حاجة حاسة في جسمي ان احنا متصلين ببعض اكتر، وفاهمة نفسي اكتر.
اعرف ايه اللي بيتعبني قوي وايه اللي بيخليني كويسه. طبعا مش بتكلم ان محدش يعرف كده، بس انا اعرف. بس قصدي ايه، في اتصال بيبقى عالي بين الشخص وجسمه. حاجه تانية برضو واللي ممكن تبقى مرتبطه بالاحساس، ان انا زي ما بحس مثلا ان اللي هو طاقه حد او كده، او ان مثلا زي قطه تعبانه او كده، ممكن اسمي نوعا ما ان احنا كتير مننا بنبقى احسن في المواساة. مش بقى من فكرة ان احنا بنديلك الكلام اللي انت محتاج تسمعه، او اللي هو التشجيع او الكلام ده، بس مجرد ان احنا بوجودنا مش بيكون وجود اللي هو انا قاعد معاك، لا، اللي هو انا حرفيا حاسس بيك كده، مش عارفه اشرحها ازاي. ومش بتكلم طبعا احنا بنكون في الموقف، بس بتكلم احساسنا بيكون عالي شويه. حاجه تانية برضو ممكن اقولها ضمن التعاطف، بالنسبه لي مثلا، رغم ان انا حد دايركت قوي، ورغم ان انا حد ممكن تسميه يعني مفيش مشاعر خالص في الكلام او كده، بس ممكن حاجات معينه بفكر فيها او لما بقولها حتى بحس ان انا اذيت بيها حد، بحس ان انا اللي اتاذيت، او ان انا ممكن كسفت حد بحس ان انا اللي اتكسفت او كده. عارفه ان كلنا عندنا الحتت دي، بس انا بتكلم اللي هو ايه، يعني احنا بتبقى عندنا عاليه وبتاثر. وتاني اي حاجه بقولها مش بتكلم اللي هو متوحدون فقط، بس انا بتكلم ان حرفيا بجد احنا عندنا عاليه قوي قوي قوي. يعني حتى لو انت عندك هنا مثلا، احنا ممكن يكون عندنا هنا اللي هو ممكن حاجه بسيطه، بس هي عاليه، وعندنا كله مع بعضه. ودي الحاجه اللي انا ممكن اسميها هو ايه التوحد، رغم ان هو مش ده بس التوحد، بس هي دي هتلاقيها بتأثر في ال OCD، هتلاقيها بتأثر في ال ADHD، هتلاقيها بتأثر في حاجات كتيرة تانية. بس هي يعني من أكبر الحاجات اللي بتأثر. وأخيرا بالنسبة مثلا للسمع، برضو أكيد عارفين في موضوع التوحد من اللي حاطين ايديهم على ودانهم، او اللي هو الهيدفونز اللي بتبقى مخصصة للمتوحدين او الكلام ده كله. ان الموضوع بيبقى طبعا ان احنا بنسمع اكتر من العادي. انا مثلا ببقى قاعده في اوضتي سامعه ايه اللي بيحصل في الاوضه التانية والاوضه اللي جنبها وايه كذا، وطبعا بقى علشان انا تبع الباترنز وبقيت الحاجه وكده، بقعد ان انا مثلا اوصل الحاجه ببعض، فحتى لو كلام وقع مني مثلا او كده، بقدر ان انا احط كل حاجه مع بعض واعرف ايه اللي حصل في كل حاجه. وهكذا طبعا الحاجات دي كلها. وطبعا لما مثلا الصوت بيبقى عالي وانا قاعده في مكان، ومثلا حد بيفكر في حاجة او ناس بتتخانق او ببدأ بقى ايه واوصل الحاجة مع بعض ومش عارفة ايه، والمشاعر مع الصوت مع ممكن ده بقى كله على بعضه نسميه sensory overload، ان كل حاجة مع بعض فجأة بتعلى، مش اللي هي فكرة حاجة واحدة. ومع ذلك ان ايه، كل حاجة عالية already. طيب دي حاجة بتحصل في اوقات معينة؟ لا، هي معانا 24 ساعة زي ما قلت. طيب لما بقى بيتجمعوا طبعا ده بتكون حاجة مختلفة، وده بيخلينا اللي هو بقى ايه، ده السنسوري اوفرلود، ده بقى اللي هو بيخلينا يحصل ميل داون او الانهيار. انا متكلمة عن الميل داون كتير، ده حكاية لوحده. ممكن ان احنا avoid السنسوري اوفرلود، او برضو اتكلمت عليه في موضوع الميل داون وكده، ان احنا نهدى او نبعد من المكان ده او كده شوية والدنيا بتبقى تمام. طبعا مش بسرعة كده يعني، بس اللي هو الفكرة منه. والناس طبعا حوالينا يكونوا فاهمين الموضوع ده، ان احنا مثلا ممكن نقول لهم يقللوا الصوت شويه، مش عارفه ايه الكلام ده، وان هم ما يجبروناش نكون في المكان ده او الحاجات البسيطه دي. ده بيأثر علينا تاني زي ما قلت، هو نوعا ما احنا كبشر مش مصممين اساسا كده، فنوع من الخلل ده اللي هو حتى انت مولود بيه، بس هو اسمه نوع من الخلل لان هو مش الحاجه الطبيعيه، بيأثر فيك. هل كنا او يعني هل المعظم فاكر ان الكل زينا؟ انا كنت فاكره ان الكل كده، بس ما طلعش ان الكل كده. ده اللي جه في دماغي دلوقتي. لو جه في دماغي حاجه تاني هبقولها، بس تاني هو ايه التوحد بالنسبه لي؟ ممكن اسميها هي الحاجه دي اللي بيجي منها كل حاجه تاني بقى، تلاقي eating disorder، هتلاقي كذا هتلاقي كذا هتلاقي كذا، مشتركه مع حاجات تانية مع ناس تانية اكيد طبعا. لكن انا بتكلم لو توحد انا هسميها انها اكبر حاجه من الحته دي. وحتى مثلا الحاجات اللي هتلاقيها في العقل بتكليك فين التوحد، هتلاقيها مع الحالات الحسيه. فلو انت عارف شخص متوحد، يعني مش فكرة تعاطف يعني او اللي هو البيتينيس او كده، بس اللي هو افتكر الحاجة دي هتفرق في التعامل يعني، وهتفرق في ان انت ما تشوفش هو بيعمل كده ليه، لا
لو انت شخص متوحد ومثلا ما كنتش مركز مع الحتة دي، فبروح على نفسك، لان الموضوع مش سهل يعني. وحاول تشوف ازاي تتعامل مع نفسك في الحتة دي، يعني حاول تركز ان ده الاساس بتاعك، حاول تشوف ايه النقط بتاعته. عشان كده كتير مثلا لو انا كنت ممكن اسمي نفسي، مش عايزه اقول له مسمى التوحد، ما ده حد هو اللي مسميه صح. طب ما نخليها هي كلها على بعضها هو تشعب عصبي وخلاص. بس الفكره هنا ان التشعب العصبي مختلف في حاجات كتيره صح، زي ما احنا عارفين دي حاجات كتيره مختلفه. فهو التوحد بحد ذاته هتلاقيه يمكن اكتر في الحته دي، او ده المحور بتاعه يعني. بس مش معنى كده تاني ان انت مثلا علشان ADHD وعندك حاجة sensory فانت كده انت متوحد، لا، ممكن يكون مجرد ADHD. وده ما يقللش من ده ولا يقلل من ده، بس الفكرة ان مش شرط، بس مش هتبقى نفس الدرجة، بس انت عشان ما كانش عندك experience لنفس الدرجة دي، لان انت ما كنتش في الدرجة دي، فانت مش هتعرف، فممكن تفتكر ان دي هي الدرجة دي. تمام. في الاول والاخر هي مش حاجة تتشرح، بس حاجة تتعايش وتتحس. وطبعا ثمين المتوحدين اوكي. بس يعني هل الحاجة دي مثلا بتعلى اكتر من اللازم، او بتكون معرض اكتر ان انت يبقى عندك sensory overload في وقت معين؟ في اوقات معينة، زي الحاجات اللي بتحصل تغييرات للجسم، او مثلا وقت التعب، او وقت ممكن زعل او توتر، او ان انت بتفكر في حاجة. في حاجة تانية مع الباترنز غصب عنك دماغك بتفكر كتير، وهكذا يعني. والدنيا بتمشي، ربنا يرحمنا كلنا.